السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعي جابارير فامي شانيل. ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد السلطه رويال اللي كتمشي مع ان شاء الله في المناسبات اللي كيكون جاي عندك الضياف. صراحه فيها الخدمه شويه ولكن كتجي زوينه وكتعمر العين وكتبان راقيه. واخا ديري من بعد غير طبق واحد كتكون هي كافيه. لانها كتكون متنوعه، فيها لي فخوي دو مير، فيها الخضار، فيها كذلك الفواكه كتكون متنوعه بزاف، فيها البيض، فيها طوماط سوريز، الروز. هي ماشي بالضروره ديروا هادشي اللي دايره انا، ولكن ممكن تنوعوا. وكتكون على شكل جوج طبقات. الطبقه الفوقانيه كندير فيها على شكل مملحات، ولا باغفوا راه كنت ديجا غنوريكم واحد التصويره اخرى ديال واحد السلطه من واحد العراضه ديالي دايره في هذوك لي فيغين معمرين حتى هما بلي صالي. وكنعمر هنا من الفوق بحال ميني بيتزا صغيورين، وكندير هذوك مملح. كندير هذوك المملحات، ومن البحث لتحت كيجي داك الخضار ودوك الفواكه. انا غنوريكم ان شاء الله المراحل، وخا ما صورتش كلشي سمحوا لي. هذه اللي قلت لكم في الاول كاين فيها لي فيغين من الفوق. غنقول لكم هنا ان شاء الله المقادير ديال صلاد وحده، ممكن تدبلوهم. كنحتاجوا تقريبا واحد كيلو ونص تاع خيزو، كنقطعوا طريفات وكنسلقوه مع شويه الملحه. الخيار حتى هو مقطع على هذا الشكل. وكنحتاج واحد الاناناس كنقسمها على جوج، كنخويها كنخلي هذا الديكوراسيون. وهذيك الشيء اللي خويته حتى كنقطعوا طريفات حيت مازال غنخلطوا مع الرز. الخص انا كناخذ ملون، كناخذ الموف والخضر على هذا الشكل، مع كيجي في الديكوراسيون حتى هو زوين، كيعاوننا في الديكور ديال السلطه. كنغسلوه. انا صراحه الا كان عندي مثلا الضياف جايين غدا كنغسلو بالليل كنخليه يستقطر. وهذه اللوبيا حتى هي مقطعه بهذا الشكل، تنسلقها حتى هي في الماء طايب حتى كيطيب، كنديرها فيه مع شويه الملحه. وعندي حتى بطاطا مكعبات كنسلقها مع شويه الملحه. تنحتاج تقريبا حتى هي شي كيلو ولا كيلو ونص ديال البطاطا. وكنحتاجو حتى الباربا، والباربا حتى هي كنسلقوها خلا تستقطر. كنحتاجو الطوماط السوريز، وكنحتاجو اللوبيا راني ذكرتها قبيله. والروز كنسلق حتى الروز تقريبا واحد كيلو الا ربع ديال الروز. وهنا دوك المملحات اللي كندير الفوق انا صراحه كنشريهم عام طالعين هكا لاباط من الاسواق الكبرى، وتنعمرهم تندخلهم الفران وكندير بهم تما ديكوراسيون. وواحدين اخرين غنوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش كنصايبهم حتى هما. سمحوا لي البنات ما صورتش كاع المراحل. المهم هنا قلت لكم انا كنديرها على شكل جوج طبقات. كناخذ واحد البلاطو، اي بلاطو عندكم يكون هكا زوين، وكديري فوقه وحده هذيك اللي كتكون عندها ديك الرجل ديال بحال هذيك السيبور ديال الكيك ولا شي حاجه. انا هنا كنت صايب جوج ديال لي صالات حيت كانوا جايين عندي جوج طوابل ديال الناس. قلت لكم هاد الفوقانيين هذوك المملحات ديال الفوق، هذيك الميني بيتزا كنشري هذوك عامرين. لاباط واجده. المهم كاينه في مرجان، كاينه في ماكرو في الاسواق الكبرى، وكتعمرها كندير ليها لاصوص ديال البيتزا، وكندير فيها شويه الطون ونحك الفرماج. كندخلها واحد 5 دقائق الفران ولا 10 دقائق تنخرجها. وهذوك اللي كيبانوا لك هكاك رولي كناخذ غير البان دومي حتى هويا شي نهار غنوريكم الطريقه بالضبط. كنجمع 4 وكنقطع عليهم الجناب وكنسرحهم، كندهن فيهم الفرماج وكندير فيهم لا شاربيتري وكنلويهم. كنديرهم في بابي سولوفان يبات في الثلاجه، والصباح كنقطعهم. ان شاء الله غنوريكم الطريقه. المهم كنستف هنا في كيفاش كنستف السلطه ديالي. كندير الخص هو الاول، من بعد ما كنغسلو كنشفو كنستفو هو الاولانيه. كندير وحده خضراء وحده موف على ود باش يبانوا الالوان. المهم راه تيبقى تستاف واخا ديريه عشوائي، غير المهم احترمي الالوان. مثلا درتي هنا الباربا غديري حداها بطاطا، غدير حداها من هنا الروز، عاد ديري حداها مثلا خيزو باش يجيو الالوان باينين. بالنسبه للبنات هذوك العويدات اللي درت فيهم البيض السمان وهذاك داك الحوت ديال السلمون راه كيتباع حتى هو واجد في الاسواق. ما عرفتش شحال كيتباع، واش 39 درهم ولا 49 درهم ولا ما عقلتش بالضبط. كتباع فيها مع 5 ولا 6. انا قطعته غير باش ندير به ديكوراسيون. وهذوك العويدات حتى هما راه كاينين عندهم مال الحلوى. ما كنبغيش ندير لي كيردون العاديين باش نزيدوا اناقه وجمال هذا. واخا بحويجات بساط راه تيبانوا لك زاد واحد اللمسه، كتبان الحاجه كتبيني لها قيمه اكثر.
المهم قلت لكم دوك العويدات البنات راه كيتباعوا الباكيه، ممكن تاخدي نص باكيه، راه فيها 50 وحده كتباع تقريبا واش 25 درهم. انا خديت غير نص الباكيه كدير 260. هنايا داك الاناناس اللي خويت راني عمرته بالروز. الروز البنات خلطته بالمايونيز، فاش سلقته بشويه الملحه واستقطرته كنخلطه مع المايونيز ومع درت انايا هنا حتى الشامبينيون حتى هما استقطرتهم وقطعتهم وخلطتهم مع الروز والمايس. وهداك هداك الاناناس اللي خويت قطعته طريفات صغار وخلطته مع الروز، كتجي زوينه، كتجي اللذه ديال الحموضه وديال الملوحه وديال داك ديال الطون، كيجي واحد المذاق زوين. ومن بعد عمرت به هذاك الاناناس اللي خويت، وكندير من الفوق شويه ديال المايس باش يجي باين، وشويه ديال الكروفيت حتى هويا بلا قشور. وهذاك الكروفيت الاخر اللي بالقشور ديالو راني صوتيته بواحد فيه شويه ديال الزبده ودرت به حتى هو الديكوراسيون، لانني كنت انا دايره من بعد دايره البسطيله ديال الحوت. هذاك الشيء علاش بحال عطيت واحد الغابيل في هذيك لونطري في هاد الصاله، عطيت واحد الغابيل داكشي اللي غنحط ان شاء الله الطبق الثاني. والتستاف راني شفتوني داكشي حطيته عشوائيا، ما كاينش زعما شي حاجه تبعتها. المهم حطيت داكشي غير عشوائي. حطيت هنا الروز، حطيت حداه الخيار، اللوبيا، والبنات خيزو راني كندير ليه واحد التتبيله، كندير فيه شويه ديال شويه الملحه، شويه الكمون وزيت العود وشويه ديال الربيع، والبربه حتى هي كندير فيها شويه ديال الربيع وشويه زيت العود، وبطاطا حتى هي كندير فيها الكمون وشويه ديال الربيع وشويه ديال زيت العود. ومن الاخر كنزيد شويه المايونيز هكا غير بالديكوراسيون، ما كنكثرش لانه كاين اللي ما كيبغيهش، وشويه ديال الكاتشاب. المهم غير ديكوراسيون. الفوق راني شفتوني حطيت داكشي عشوائيا، طوماط سوريز وهذا وهذا وهذا. المهم كيبقى ديكوراسيون كتبقى اختياريه، غير احترموا الالوان، لا درتو شي حاجه هنا حطوا حاجه هنا ويجي داكشي ان شاء الله التناسق ويجي زوين. نتمنى نكون فدتكم وعطيتكم معلومات اكثر. وهذا الشكل النهائي البنات. هو هذا، وكندير ديك الديكوراسيون ديال دوك لا شاربيتري حتى هو كنديرو على شكل وريضه وصافي. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه، وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.